هنبدأ مع حضراتكم حالا فقرة العيادة، وضيفنا دكتور هشام الوصيفي، استشاري تغذية وتخسيس. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور هشام، طبعا يعني دايما التخسيس والغذاء الصحي السليم، واحنا بنحاول دايما نعمل مقارنه كده او نربط ما بين الموضوعين دول والرياضه، لان ده هيبقى انسب حل او انسب نقول ثلاثي ومثلث ل يعني الصحه الجيده، الغذاء السليم، النظام يعني النشاط الرياضي او ممارسه الرياضه، زائد ان احنا نبقى عارفين او عندنا فكره عن توزيع جسمنا او نسبه الدهون في جسمنا. فعايزين نعرف يعني المثلث ده نقدر ان احنا نخرجه بشكل نقول سليم وصحي علشان حياتنا تبقى افضل ازاي. في البدايه لازم نبقى عارفين ان كل واحد بيحب يخس لازم يبقى عارف كل حاجه في جسمه. يبقى عارف نسبه الدهون عنده قد ايه، الكتله العضليه اخبارها ايه، يعني كميه العضلات اخبارها ايه، او قوه العضله اخبارها ايه، توزيع الخلايا الدهنيه في الجسم اخباره ايه، توزع فوق تحت حسب توزيع الخلايا الدهنيه بنبدا نشتغل. نوعيات الخلايا الدهنيه اللي موجوده عنده ايه. كل دي عوامل ممكن تاثر معايا في نزول الوزن. في ناس ممكن تنزل في الوزن بصوره منتظمه، وفي ناس ممكن تنزل في الوزن بصوره سريعه، وفي ناس ممكن تنزل بصوره بطيئه. فبتختلف كل الحاجات دي على حسب المقاومات اللي احنا قلناها في الاول. في شخص ممكن يبقى عنده زياده الوزن نتيجه زياده الكتله العضليه، عنده العضلات كتير فدي مزوداه في الوزن، بس بالتالي هو الحجم عنده بيبقى مختلف، لان احنا عارفين ان في فرق بين الوزن وبين الحجم. الدهون من الحاجات الاساسيه اللي بتاثر معايا في الحجم اكتر من الوزن، لان عندنا الدهون خفيفه مش تقيله، فبالتالي الشخص اللي بيخس في الدهون اكتر بينزل في الوزن اقل من نزوله في الحجم. عشان كده دايما دلوقتي القياس بيكون بالمزوره مش بالميزان او بالهدوم. أو دايما بالهدوم دايما الشخص اللي بيخس دايما نقول له يحاول ياخد باله من هدومه قوي، يحاول ان هو لما هدومه توسع يضيقها على طول عشان يدي لنفسه مقياس انا خسيت او زدت، فيلحق نفسه اذا كان هو زاد، اذا كان هو خس بيكمل مظبوط. كل دي عوامل بتاثر معانا او بتدي للشخص الوعي الصحي الكامل عن جسمه في النزول. بالظبط. مهم جدا برضو ان الشخص اللي بيخس ياخد باله من مجهوده الحركي والرياضي. ممكن يكون هو كان بيشتغل شغل عنيف شويه وبعدين وقف المجهود الحركي بتاعه، فبدا الجسم يزيد في الوزن، يقول لك انا اخر سنتين زدت كتير وهو مش عارف السبب ليه، عشان مجهوده الحركي اتغير شويه. طبيعه الحياه بتاعته اتغيرت، ممكن نوعيات الاكل اتغيرت، ممكن حصل له مشاكل صحيه بدا ياخد انواع علاجات معينه زي ادويه الحساسيه او ادويه الجهاز التنفسي، ادويه العظم عامه. كل دي عوامل ممكن تاثر معايا في زياده الوزن. ادويه العظم بتزود الوزن؟ بتعمل احتباس للميه شويه، وبتقلل معدل الحرق، فبتخلي الشخص ممكن ما ينزلش كويس او ممكن يجي زايد نص كيلو مفيش فيها مشكله. لازم يبقى عندنا خلفيه بالحاجات دي كلها. كمان نقول يعني الرياضه بقى وممارسه يعني حركه منتظمه، سواء مشي او جيم او ممارسه لعبه معينه، دي يعني نقول بندخلها كمان في لايف ستايل، يعني بنكمل بيها يعني المثلث دوت، يعني الثقافه او العادات والتقاليد اللي احنا نشأنا عليها في موضوع الاكل والحياه، زائد الغذاء زائد الرياضه. فهل في رياضات معينه او ممارسه لعبات معينه بتنزل الدهون اسرع من غيرها؟ بالنسبه للرياضات طبعا انواع كتير. كل رياضه بتنزل جزء معين مثلا، او في رياضات تزود الوزن ورياضات تخسس الوزن، ده على حسب نوع الرياضه. اخر دراسه من دراسات الرياضه قالت ان في حاجه اسمها الرياضات المتقطعه المتغيره القوه. دي من الحاجات اللي بتساعد معايا في التخسيس اكتر، لان هي بتعمل حاجه اسمها افتر بيرن. يعني ايه افتر بيرن؟ يعني الشخص مش بيحرق بس اثناء ما هو بيمارس رياضه، بيمارس بعد ما بيمارس الرياضه ويوقفها بيحصل معدل حرق عنده بيبقى عالي. دي الرياضات اللي هي دلوقتي بدات تخش في موضوع تخسيس الوزن اكتر من الرياضات المستمره. الرياضه المستمره ان الشخص ممكن يمشي مثلا على سرعه 4 كيلو متر في الساعه مثلا لمده ساعتين 3، يقول لك انا كده عشان اخس اكتر. لقوا ان الرياضه دي بمعدل الحرق بتاعها بيبقى اقل من الشخص اللي ممكن يعمل رياضه متقطعه فتره، مثلا انا هلعب ساعه بس هزود السرعه بتاعتي من 4 ل 6 وبعدين اقللها من 6 ل 2 وبعدين ابدا ازودها تاني ل 7 وبعدين اقللها مثلا ل 4.
ده بيعمل معدل حرق اكتر من اللي بيبقى منتظم في الرياضه بتاعته فتره طويله بنفس السرعه. طب هنعرف اكتر عن النقطه ديت، لكن ناخد اتصال من الاستاذ ايمن من المنصوره. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ ايمن. اتفضل يا فندم. استاذ ايمن. ايوه. الو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. ممكن اكلم الدكتور هشام؟ اتفضل. اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ ايمن. والله يا دكتور انا كنت من حوالي 7 أو 8 شهور كده كان وزني 125 كيلو. جميل. عملت رجيم قاسي جدا جدا، يعني تقريبا ما كنتش باكل حاجه خالص غير يا دوب فاكهه، حاجات بسيطه جدا، خضار وكده. وزني نزل لغايه 85 كيلو. 85 كيلو. جميل. في حوالي 7 8 شهور. بعدين بقالي شهرين 3 رجعت اكل زي ما كنت يعني باكل في الاول، فوزني بدا يزيد تاني ووصلت ل 100 كيلو. فانا عايز اعرف اعمل ايه عشان ارجع تاني ل 85 وما زدتش بعد كده. جميل، حاضر هرد عليك دلوقتي. ربنا يخليك يا دكتور. حاضر. شكرا لحضرتك. عليكم السلام. مع السلامه. هو عمل مشكله كبيره قوي. هو كفاءه جسمه كويسه في النزول، بس للاسف نزل نزول خاطئ. ازاي؟ حرم نفسه من الاكل. بيقول لك انا ما كنتش باكل خالص، باكل فواكه وخضروات وحاجات قليله خالص. فطبعا هو خد حاجه اسمها لو كالوري دايت، فيري لو كالوري دايت، يعني نظام غذائي منخفض السعرات الحراريه جامد جدا وفترات طويله. هو بيقول لك انه نزل 25 و15، يعني تقريبا في حدود 40 كيلو. ال 40 كيلو نزلهم في وقت قليل، في 8 شهور. بالظبط. ده كتير جدا. طبعا يعني هو نازل كميه كبيره في وقت قليل. نحاول ناخد بالنا ان النزول الخاطئ بيرد بسهوله. يعني نزول كيلوات كتيره في وقت قصير ده شيء مش صحي. اذا ماشي على نظام غذائي خاطئ طبعا مش صحي. اذا ماشي على نظام غذائي صحي وخس جسمه خس كده، ده طبيعه جسمه، لان هو هيبقى عنده الخلايا الدهنيه البني اكتر من الخلايا الدهنيه البيضاء. ما احنا هنفرق دلوقتي بين الخلايا الدهنيه البني والبيض. البني دي بتنزل في الوزن كتير وبسرعه وممكن ترد بسهوله. في اشخاص يعملوا رجيم ينزلوا بسهوله. في شخص تاني تلاقي عنده مقاومه للنزول شويه، ده بيبقى عنده الخلايا الدهنيه البيضاء اكتر من البني. طبعا النسبه دي بتختلف من شخص لشخص. ممكن شخص يبقى عنده الخلايا البنيه مثلا 70% والبيضه 30. ممكن يبقى العكس، ممكن يبقى 50 و50، فتلاقيه ينزل في الاول كويس وبعد كده يبدا النزول يبقى اقل. دي بتبقى يعني موضوع وراثه وجينات يعني وكده. بالظبط، وتوزيع خلايا دهنيه في الجسم على حسب بقى الجسم بتاعه. فهو نزوله ما شاء الله كويس، يعني جسمه بيحرق كويس. فما ينفعش ان هو يعمل نظام خاطئ. فبدا ينزل نزول كويس لحد ما وصل 85. يحاول بقى يتعلم حاجه صح، ان هو ما يرجعش ياكل غلط. ما احنا مشكلتنا ان احنا بنخس كويس وبنرجع لعاداتنا الغلط تاني، اكن داخل سجن وطالع منه هاكل كل حاجه. كان في الحاله دي بعد ما نزل هو خلاص نزل، يعني عمل الرجيم القاسي، واعتقد ان هو يعني يمكن كمان ما يكونش من خلال طبيب تخسيس، يعني يمكن يكون هو عمل الخطوه دي مع نفسه. ده بتحصل كتير جدا. ده اكيد. مع ناس كتيره قوي بياخدوا الخطوه دي وبتبقى خطوه خاطئه طبعا. جميل. هو نزل 45 كيلو. يعمل ايه بقى عشان ما يرجعش تاني؟ هو رجع بقى 100 كيلو دلوقتي. جميل. كان يعمل ايه بقى ساعتها؟ يحاول في الفتره دي يمشي على نظام غذائي صحي. يبدا ياكل نشويات بنسبه من 40 ل 60% من وجباته نشويات. يحاول لو هو ما بيمارسش مجهود انه يزود مجهوده شويه. يحاول انه يشرب ميه كتير. يحاول ان هو يركز في وجبه العشاء تبقى خفيفه، ولو هيغير ما ينامش بعدها الا بساعتين. لو هيبدا يبدل الغداء بالعشاء على حسب شغله ما ينامش بعدها الا بساعتين. يحاول ما يمشيش على النظام الخاطئ اللي عمله قبل كده، يعني ما يقدرش يعمل الموضوع ده تاني. يا ريت ما يعملوش تاني، لان ده هيبوظ الجسم. اللي بيعمل النظام الكيميائي ده كتير جسمه بيبوظ، يجي يخس بعد كده ما يخسش كويس. عشان كده نسبه الحرق عنده قلت. يعني بالزبط. هل هو دلوقتي بيعاني من مشكله نقص او عدم يعني كفاءه في موضوع الحرق؟ لا، جسمه كمان لان هو نزل خاطئ، نزل بسرعه. جسمه يزيد بسهوله. يزيد بسهوله. ما يفقد بسرعه يجي بسرعه، هو كده. فنحاول ان احنا ننزل نزول صحي وتدريجي. فالشخص اللي ينزل نزول صحي وتدريجي يجي يلخبط لظروف ما حصلت له مثلا في اسبوع او حاجه، جسمه ما يزيدش تاني، ده بالعكس ممكن يجي يخسس، لان معدل الحرق او التمثيل الغذائي بتاعه اتغير. تخيل ان انا شخص مثلا بردان او حاسس ببرد او حاسس بجوع، ايا كان المؤثر اللي عندي، وعودت نفسي ان انا كل ما احس ان انا جعان او بردان اخد اكل. بيحصل ايه؟ التمثيل الغذائي بتاعي او الميتابوليك ريت بتاعي او التمثيل الغذائي بتاع الجسم بيعتمد ان هو كل ما يحس بالبرد او الجوع هيجي له طاقه من بره.
بخلاف الشخص التاني اللي بيتعود ان هو كل ما يحس انه بردان او جعان يبدا يمارس حركه او رياضه، او يمسك نفسه لحد ميعاد الوجبه الثانيه. يبدا التمثيل الغذائي يتغير، يبدا ان هو يدور على مخازن الطاقه اللي عنده اللي هي عباره عن الدهون اللي في الجسم، فيبدا ياخد من الدهون اللي في الجسم، ما عادش معتمد ان في طاقه جايه من بره، لان الدهون دي عباره عن ايه؟ مخازن طاقه في الجسم. طاقه بالظبط، مفيش اكتر من كده. بتمد الجسم بالطاقه، وبتمد كل عضو عليه نسبه دهون داخليه في الجسم، لان كل عضو داخلي في جسمنا عليه نسبه دهون، بتمده بالطاقه الكافيه لممارسه الوظيفه الحيويه بتاعته. يبقى يعني دلوقتي المفروض ان هو ما يعملش جسمه بهذه القسوه مره ثانيه. اجسامنا دي برضو يعني هبه من عند ربنا، يعني ما ينفعش ان احنا في 8 شهور ننزل 40 كيلو منتهى القسوه يعني، مش عايزين حرمان، ومش عايزين حرمان واحنا ما اتخلقناش عشان نتحرم كميات عموما. لكن يبتدي بقى يشوف نظام غذائي عن طريق طبيب تخسيس بالظبط. وطالما هو عنده يعني موضوع الحرق جيد فده هو شخص محظوظ يعني، فعن طريق بقى نظام غذائي سليم ويعني متابعه مع الطبيب اكيد هيقدر ان هو يرجع تاني للوزن ده ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ احمد من الشرقيه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم. انا دكتور، انا في ثالثه ثانوي، فاضل لي على الامتحانات. معلش علي صوتك شويه يا احمد. انا في ثالثه ثانوي، فاضل لي على الامتحانات حوالي شهر ونص. جميل. انا وزني دلوقتي 90 كيلو، انا طولي 172. المفروض حضرتك انا ابقى 75 يعني زي ما سمعت، بس انا دلوقتي عايز ريجيم يتناسب مع المذاكره بتاعتي، لان انا فاضل لي شهر ونص على الامتحانات. جميل. لان انا بدات البس لبس الصيف وجسمي بدا يبان، ويعني الديفوهات بدات تبان في جسمي، يعني شكلي مش كويس يعني، فانا عايز حاجه كويسه بسرعه يعني انها نظام الامتحانات يعني. طيب حاضر هرد عليك. ماشي. شكرا يا استاذ احمد وبالتوفيق ان شاء الله وبالنجاح. طبعا احنا داخلين على امتحانات، فكله بيسال ايه هناكله البيوت اثناء كلها يعني بالزبط. بتفكر حتى في الاكل، يعني بقينا زي رمضان، فتره الامتحانات زي رمضان كده بتفكر في الاكل برضه. مهم جدا ان احنا في الفتره بتاعه الامتحانات دي نركز في الحاجات اللي تمدنا بالفيتامينات والمعادن الكافيه، تمدنا بطاقه كافيه بدون زياده في الوزن. يعني ما اكلش حاجات دسمه كتير. طبعا الشخص اللي بياكل حاجات دسمه كتير في فتره الامتحانات الدم بيحصل له بيروح كله للمعده في فتره الاكل، وخصوصا لو واكل حاجات دسمه، فبالتالي الدم اللي بيبقى رايح للمخ بيقل. دي طبيعه الجسم عندنا، يعني الشخص اللي بيمارس رياضه على مكان معين بيروح الدم للمكان ده اكتر من المكان الثاني وهكذا. فدايما الشخص اللي بيبقى عنده امتحانات او مذاكره ما ياكلش حاجات دسمه كتير تخلي الدم يروح للمعده اكتر من المخ ويحصل له الخمول وعدم التركيز وكل الكلام ده. حاجات دسمه زي يعني نقول غدا تقيل، اللي هو الاكل بتاعنا الخضار التقيل مسبك والرز بالظبط. والحاجات، او الحاجات اللي ترفع السكر بسرعه. زي ايه؟ الحاجات اللي فيها سكريات عاليه، الحاجات اللي فيها سمنه وزيت كتير، الحاجات اللي فيها نشويات بسيطه مش نشويات مركبه. كل الحاجات دي سريعه الامتصاص بترفع السكر بسرعه وتخليه يحس ان هو تعبان وجعان وعايز ياكل تاني. يعني دايما متعودين ان الطالب بيذاكر ومامته داخلاله مثلا بسندوتشات الفينو بالعصاير كل شويه. ده غلط جدا. طبعا ده غلط. لو ادينا له عصاير مفيش مشكله تبقى فريش، لو ادينا له فاكهه مفيش مشكله، نعوده انه ياكل خضار اكتر مفيش مشكله، ياكل البروتين بتاعه في وجبه الغداء مع الرز او العيش، يبقى عنده 3 وجبات رئيسيين لازم ياكل ما بينهم، يحاول انه بين الوجبات ياخد حاجات خفيفه زي ما قلنا الفاكهه او العصاير الفريش بس بدون سكر. يحاول ان هو اثناء المذاكره ما يفضلش قاعد فترات طويله اثناء المذاكره، يحاول يتحرك حوالين المكتب اللي بيذاكر فيه او في الاوضه يروح ويجي شويه، يبقى في قسط من الراحه يمارس فيه رياضه ولو 10 دقائق في الاوضه اللي بيذاكر فيها ما فيش اي مشكله. كل الحاجات دي هتنشط معاه الدوره الدمويه للمخ فتخليه يركز اكتر. نحاول في فتره الامتحانات ممكن نستعمل برضو بعض الفيتامينات اللي تساعد معايا ان التركيز. فيتامينات في السوق كتير فيها كل الفيتامينات اللي موجوده. اللي هي فيتامينات ايه يعني؟ ايه ولا كل الفيتامينات من فيتامين ايه لفيتامين زد وفيها فيتامين الزنك. كل الحاجات دي كويسه بتساعد معايا ان التركيز يبقى احسن، بتساعد ان الشخص ما يفقدش طاقه عاليه في المذاكره فبالتالي يحس ان هو بيذاكر بتركيز اعلى. بالتالي كمان الاسماك انا اسمع انها بتساعد عشان الاوميجا 3. الاوميجا 3 بيخلي الواحد يركز. والنوم الفتره الكافيه في فتره الامتحانات. الناس بتتخيل ان هي لما تسهر فترات طويله يبقى هي كده هتحصل اكتر، لا التركيز بيقل طبعا عشان فتره راحه المخ بتبقى في فتره النوم. الدوره الدمويه بتتحسن للمخ في الفتره دي وبيبدا يريح الشحنات السالبه اللي بتبقى مفقوده منه اثناء اليوم، فيبدا الشخص اثناء فتره المذاكره يبقى عنده تركيز اعلى.
يعني ينام فتره الليل كلها، ما يحاولش ان هو يسهر على قد ما يقدر. على قد ما يعني في ناس بتنام 4-5 ساعات في اليوم يقول لك عشان احصل اكتر. لا، ما تزنقش نفسك في النوم، لان الناس اللي بتيجي تنسى في فتره الامتحان، يخش الامتحان ناسي مش متذكر. احنا معانا استاذ حسين، اهلا بحضرتك معانا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. ايوه عليكم تمام، السلام. عليكم السلام. اكلم دكتور هشام. اتفضل. اكلم دكتور هشام. اتفضل يا استاذ حسين معاك. حضرتك يا استاذ حسين معلش، انت بجانب تلفزيون او بجانب، يعني لو في جنبك تلفزيون ممكن تبعد عنه شويه عشان انا حاسه ان في ديلي في الصوت. خلاص توفيت خلاص. لو سمحت اتفضل يا فندم. ماشي خلاص. انا بالنسبه انا طالب ثالثه ثانوي. الايه؟ وطولي 162. وزنك قد ايه؟ 168. طولي 168. وزنك؟ وزني 85 كيلو. 85 كيلو. وطولي 168. جميل. وعايز مثلا النظام الغذائي، انا حاسس برضه مذاكرته يعني، وعارف ازاي اخس كويس وكده. علي صوتك شويه يا استاذ حسين كده معلش. انت سامعني كويس؟ سامعك، بس علي صوتك شويه. بقول لك انا طولي 68. تمام. ووزني كان 88 ونص. جميل. فنزلت ل 85. فانا عايز يعني، فبالنسبه للبرنامج اللي انا ماشي عليه يعني مش مساعدني على المذاكره وكده. جميل. فيا ريت يبقى في برنامج يعني يساعدني على المذاكره وكده. تمام، طيب حاضر، هرد عليك دلوقتي. بالنسبه انا عندي ضربات قلبي بتزيد وكده اليومين دول وكده. مفيش مشكله، ده ستريس الامتحانات بس والمذاكره، فما تقلقش منه. ده مفيش مشاكل يعني؟ لا مفيش مشكله، ما تقلقش. خلاص ماشي. طيب ماشي، شكرا لحضرتك، مع السلامه. طب احنا ممكن ندي بقى نظام غذائي كده سريع ينفع في الامتحانات وبرده يعني يبقى مناسب لكل اللي اتصلوا بينا وكل اللي بيتابعونا. جميل. بسرعه كده. ممكن نيجي الصبح مثلا ناخد كوبايه لبن ومعاها 3 بلحات. البلح من الحاجات اللي بتدي سكريات كويسه وبتدي تركيز عالي وفيها فيتامينات كتير. مثلا بناخدها الصبح، بعد كده بنفطر وجبه مثلا فيها نص رغيف او رغيف سن مع مثلا 4-5 معالق فول وحته جبنه او بيضه مسلوقه. بعدها بساعتين 3 ممكن بنتغدى، يعني كل بين الوجبه والوجبه ممكن من 3 ل4 ساعات مفيش مشكله. بناخد في وجبه الغداء البروتين بتاعنا، سواء فراخ او لحمه او اسماك او تونه او بيض حسب النوع اللي هو يكون بيحبه، بس بطريقه يكون صحيه، ما يبقاش ان هو مقلي بسمنه ومقلي بزيت. يبقى معمول في الفرن او معمول مشوي او مسلوق مفيش مشكله. معاها طبق خضار او طبق شوربه عليه ليمون مفيش مشكله، مع طبق سلطه، مع جزء النشويات بتاعنا اللي هو ممكن على حسب كل وزن طبعا بنحدد القيمه اللي الجسم محتاجها من النشويات بالنسبه للرز او المكرونه او العيش. بين الغداء والعشاء ممكن ياخد كوبايه عصير او 2 ثمره فاكهه. ووجبه العشاء ممكن ناخد فيها مثلا ربع او نص رغيف بلدي مع قطعه جبنه مع ثمره فاكهه او كوبايه عصير. نحاول زي ما اتفقنا ان احنا نمارس مجهود حركي ورياضي ولو 10 دقائق في اليوم. ده من الحاجات اللي بتنشط الدوره الدمويه في الجسم وبتساعد ان الشخص يخس كويس. وبتساعد كمان ان التركيز بتاعي يبقى احسن وبتقلل الخمول، فبالتالي تنشط الشخص انه ممكن يذاكر اكتر، ما يحسش انه زهق من المذاكره. لان برضو الرياضه ليها فوائد ان هي بتحسن الحاله المزاجيه، بتخلي الشخص اللي بيذاكر ان هو ما يصيبوش الاحباط او الاكتئاب او القلق الفترات طويله، ان الامتحانات داخله، فهيديله ثقه بالنفس اكتر، فالشخص ممكن يذاكر اكتر فيحصل اكتر. دكتور هشام الوصيف، استشاري التغذيه والتخسيس، بنشكر حضرتك جدا على اللقاء. شكرا يا فندم. شكرا. وان شاء الله يعني هيبقى لينا لقاءات متعدده مع دكتور هشام، هنتكلم اكتر طبعا عن او نتعرف اكتر عن دهون الجسم، وايضا دايما بنستقبل اتصالات الساده المشاهدين اللي بشكرهم النهارده كل اللي اتصلوا بينا، وبشكر كمان كل اللي تابع حلقتنا النهارده من هي ورياضه، والى اللقاء في حلقات قادمه.